خطوات سهلة وبسيطة جدا أعرفك ازاي تحرق ويندوز على فلاشة في أسرع وقت. أول حاجة هتحمل برنامج ريفوز من الموقع الرسمي بتاعه. بعد كده هنفتح البرنامج، هنختار مكان الويندوز موجود فين عندنا على الجهاز. بعد كده هنختار الويندوز اللي حابين اننا نحرقه على الفلاشة. هتبقى معانا خطوة واحدة بس، هي اننا نختار البارتيشن بتاعنا الصيغة بتاعته جي بي تي ولا ام بي ار. لو انت ما تعرفش فهتلاقي في الوصف اسفل الفيديو حلقة شارح فيها ازاي تعرف الهارد بتاعك صيغته جي بي تي ولا ام بي ار بكل سهولة، علشان ما اطولش عليكم الحلقة دي. ولو انت عارف اختار الهارد بتاعك جي بي تي ولا ام بي ار. بعد كده بعد ما احنا اتاكدنا من كل حاجه هنضغط على ستارت. بعد كده هنسيب الاعدادات دي زي ما هي، دي هيعمل لك اسم الادمنستريتور بتاع الجهاز هيكون ايه على حسب ما انت حابب تعمله. وبعد كده هنسيب كل حاجه زي ما هي وهنضغط اوكي. بعد كده يقول لنا انه هيعمل فورمات للفلاشه، طبعا هنضغط اوكي وبعد كده هنسيبه يخلص براحته. وبعد كده مبروك، الفلاشه موجود عليها الويندوز اللي انت حابب. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.